أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. عندنا هذا الفرخ أو زغلول الحمام وجدته داخل العش ميت. طبعا عند فحص الزغلول نلاحظ أن الزغلول كان بصحة جيدة وبدأ ينمو. تلاحظوا الريش، لاحظوا الريش، ولا يوجد أي إصابات في الفرخ وصحته جيدة. لاحظوا من خلال الريش ما شاء الله تبارك الله. هذا يدل على أن صحته جيدة، ومن خلال مثلا الجسم نفسه لاحظوا أن الجسم ما شاء الله ممتلئ، يعني غير هزيل، يعني مش ضعيف. هذا يدل على أن الفرخ مات فجأة، والسبب هو إهمال الأنثى أو هجر الأنثى للعش. يعني الأنثى، الذكر والأنثى تركوا العش. بعض الحمام يهجر الذكر والأنثى العش بسبب المعارك مثلا تحصل بين زوج وزوج، أو مثلا بعض الأزواج تختار عش ثاني، يبدأ يبنوا العش في بناء العش في عش آخر، ويتركوا العش الأول اللي موجود داخله الزغاليل. فنلاحظ أن الزغلول يبدأ يموت بسبب الجوع. لاحظوا لو فحصنا الحويصلة، لاحظوا الحويصلة فارغة. وأيضا من الأسباب بعد ترك الأنثى للفراخ خاصة في أيام البرد، نلاحظ أن الفراخ تموت من البرد، لأن الفراخ في هذا العمر تحتاج إلى الدفء. فالسبب هو إهمال أو ترك الحمام للزغاليل في العش فجأة. نلاحظ أن الزغاليل تموت بسبب الجوع. لاحظوا الفرخ لا يوجد فيه أي مشكلة، وكانت صحته جيدة، فقط الجوع. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. فيجب الانتباه لهذه الخطوة أو هذه الحركة من الطيور، يجب الانتباه لها عندما تهجر الأنثى العش. يجب أن نقوم بإطعام الزغاليل يدويا. طبعا أنا قد ذكرت هذه المشكلة في أكثر من فيديو، وأيضا ركزت عليها لأنها دائما تحصل عند الكثير من مربين، خاصة في التربية الجماعية. وأيضا شرحت في مقاطع كيف نقوم بإطعام الفراخ يدويا بالسرنجة أو بإدخال الحبوب إلى الحويصلة. هذه المقاطع موجودة في القناة، وأنا شرحتها في أكثر من مقطع. طبعا في هذه الحالة كما ذكرنا لكم يجب أن يتدخل المربي ويقوم بإطعام الفرخ يدويا حتى لا يموت، حتى يكبر ويعتمد على نفسه. وبعدها ممكن أن نخرج الفرخ من العش ونضعه في أرضية الغرفة، ويبدأ الفرخ يتعلم. يعني بحدود عمر 30 يوم إلى 40 يوم يكون الفرخ بدأ يتعلم ويعتمد على نفسه. هذا ما نتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.